نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. كنت من فترة نزلت لكم فيديو لطريقة الفراخ المشوية بالطريقة دي، وكنت وعدتكم برضو ان انا هنزل فيديو بالطريقة كاملة ازاي تفتحي الفرخة وتجهزيها للشوي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تعالوا مع بعض ما نشوف الطريقة بتاعة تفتيح الفراخ. بتغسلي الفراخ بتاعتك كويس جدا بالمية، وبعد كده لو في اي زوائد كده في الجناح بيكون في قطعة كده في الجناح بتشيليها بالسكينة لو هي موجودة، وبرضو القطعة اللي هي بتكون كده في المؤخرة بتاعة الفرخة كده برضو بتشيليها لانها بتعمل زفارة. وبعد كده بتمسكي الفرخة زي ما انت شايفة في الفيديو كده من الجناحين، وبتوقفيها كده على الرخامة، وبتبدأي تحطي السكينة عند القفص الصدري. مجرد ما بتضغطي عليها بقوة كده بتتفتح معاكي بكل سهولة. بعد كده بتظبطي الفرخة وبتضغطي عليها علشان تفرديها قدامك وتبقى سهلة وانت بتفتحي الصدر. بتبدأي كده عند المفصل بتاع الجناح بتعملي فتحة صغيرة كده بطول الصدر زي ما انت شايفة كده الطريقة في الفيديو بالظبط. بتفتحي الصدر لو انت شايفة ان الصدر بيكون كبير فبنفتحه كده عشان التتبيلة تدخل فيه بسهولة ويستوى معانا بسهولة، وخاصة لو الفرخة بتاعتك حجمها كبير. بنعمل الجنب تاني برضو بنفس الطريقة سهلة جدا. فتحي الصدر على قد ما تقدري كده زي ما انت شايفة بالسكينة. بعد كده بقلب الفرخة وبتفتحي برضو الأوراق بتاعة الفرخة كده. ولو انت حابة تشيلي خالص تستبعدي العظمة اللي هي بتكون كده في الورك بتستبعديها. بتسلكي كده اللحم بالراحة كده بهدوء من العظم كده زي ما انت شايفة. برضو الورك التاني بنفتحه بنفس الطريقة. طريقة سهلة معاكي خالص. اللي هو القفص الصدري بتاع الفرخ ده بتضغطي عليه كده بتكسريه تماما بالسكينة زي ما انت شايفة. بتبدأي تعملي فتحات كده في العظم بحيث ان انتي تكسري العظم وتخليه متفتح خالص، بحيث ان الفرخة بتاعتك تتبل بسهولة وكمان تستوي معاكي بسرعة ما يكونش فيها اي دم ولا حاجة. هعمل معاكم كمان فرخة وشوفوا الطريقة بقى، ركزي معاها مع الطريقة كده في تفتيح الفرخة دي. طريقة سهلة جدا ان شاء الله لما تبدأي تعمليها هتكون سهلة معاكي. هسيب لكم رابط للفيديو اللي احنا كنا عملنا فيه الفراخ المشوية بالطريقة دي. طبعا الفرخة كده بتكون جاهزة، بتغسليها كويس وبتتبليها بالتتبيلة اللي انا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو بتاعها عشان لو حابة تعملي الطريقة بتاعة الفراخ المشوية دي جميلة جدا ما شاء الله. ما تكون العظم بتاعها كده متفتح بتستوي معاكي وما شاء الله بيبقى طعمها جميل جدا. جربي الطريقة ان شاء الله. هسيب لك الرابط بتاع الفيديو اللي فات. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك ومشاركة للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من المشتركين. واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.